إذا المغرب يقصي منتخب إسبانيا ويصل مثل ما قلت إلى الدور الربع النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية. منتخب المغرب يصل إلى الربع النهائي، يلتحق كما قلت أيضا بركب المنتخبات الإفريقية التي سبق لها وأن وصلت إلى هذا الدور، أولها الكاميرون سنة 1990، السنغال في 2002، منتخب غانا في 2010، ومنتخب المغرب في 2022. عمار عمور، المنتخب المغربي منذ بداية المباراة جر اللقاء إلى حيث كما يقولوا خذل المنتخب الإسباني إلى ملعبه، جروا إلى غاية أين أراد أن يصل، إلى ركلة الترجيح. عنده حارس ممتاز جدا ياسين بونو، تصدى ثلاث ركلات، عفوا تصدى ركلتين وركله في القائم. تأهل مستحق للمنتخب المغربي لما بالعودة إلى المباراة كلية. والله شوف، أنا بالنظرة للمستوى اللي قدمه المنتخب المغربي في 4 مقابلات أظن ماهيش مفاجأة، يعني تقدر تقول ماهيش مفاجأة. يعني وقوفهم الند للند مع 3 فرق أوروبية من المستوى العالي اللي هي بلجيكا وكرواتيا واليوم إسبانيا، أظن بلي ماهيش مفاجأة. أولا اللاعبين قدموا مباراة في أعلى مستوى. طريقة اللعب اللي ممكن لأول مرة يدافعوا بالطريقة هذيك، لعبوا ب 4-3-3، يتحولوا في الدفاع إلى 4-1-4-1. نظن هذه الطريقة خلتهم يغلقوا جميع المنافذ، ينحوا واحد الحل بسيط اللي هو الإبداع لدى خماسي هجوم إسبانيا اللي هما لي دوريليور ولي ترواز اتاكون. ما كانش هذاك الإبداع، علاه؟ أن القوة البدنية للاعبين تاع الوسط والمدافعين، غلق المنافذ، الان كونتر ان كانوا دائما ينتصروا فيه، الثنائيات ينتصروا فيه. بالنسبه لاسبانيا نظن 4-3-3 تحول الى 4-5-1، ما عطاتش الكثير من الحلول. ونظن بلي بالك شفنا نفس السيناريو مقابله اسبانيا اليابان. لي اسبانيول لا بوزيسيون يروحوا الكوتي دروا ما كانش مغلوقه، يعاودوا يروحوا الكوتي غوش، عاود كوتي دروا كوتي غوش. عطينا الاحصائيات حمزه. اولا لانها ما كانش حلول كثيره، الا انهم بهذاك الكوليسمو هذاك يلقاو الحل في وسط في الانترفال. طب لي اليوم المغرب غلقوا لي زانترفال، ما قدروش المنتخب الاسباني يلقى الحلول الكثيره. طب لي ما لقاش حلول كثيره. لو تشوف بالك المقابله ممكن الفرص السانحه للتسجيل للمغرب اكثر ممكن من اسبانيا. طب لي يستاهلوا كل خير، نباركوا لهم، ولما لا المزيد من التألق في المقابلة الجاية. شكرا عمار. علي بن شيخ، المنتخب المغربي عفوا المنتخب الإسباني في الشوط الأول أمام المغرب ولا تسديدة واحدة فقط طيلة أطوار الشوط الأول. أسوأ حصيلة لإسبانيا من حيث التسديدات في المونديال منذ سنة 1966. المنتخب المغربي دافع جيدا، كان واقف وحاضر وفاز تقريبا بغالبية الصراعات خاصة الهوائية. تأهلوا لا غبار عليه أمام منتخب إسباني لم يظهر الكثير منذ فوزه ب7-0 أمام منتخب كوستاريكا في افتتاح مبارياته في المجموعة السادسة التي كان فيها في هذا المونديال. والله غير ديجا باش نبداو نباركوا المغاربه، نقولوا لهم مبروك عليهم، وان شاء الله يزيدوا يروحوا اونكور بلو لو ان شاء الله. شوف اليوم ليكيب ماروكان غلقوا كاع المساحات، ما خلاوش لي زيسبانيول لي زيسباس ولا لي كولوار، ما خلاو لهم، ما كاش مين يجوزوا الا تمشي البالون وتعاود ترجعوا، تمشي البالون وتعاود ترجعوا، سيتو. مي ما خلاو لهمش لي زيسباس. مع الاخر شويه بيان سور سي ان بو تكون لا فاتيك اللي داروا كالكو تريك هكذا لي زيسبانيول. Il y avait un peu de danger, mais ce n'était pas aussi grand. Donc, les duels, les Marocains étaient toujours présents, sur 1 sur 1, كانوا présents. في كلش les 3 compartiments, les Marocains étaient toujours présents. créaو des occasions de but, surtout الاخرى هذيك تاع لي برولونغاسيون الله اعلم. كان وحده هذاك لو جوار هذاك وحده مرتين وجه لوجه. الاخرى بقي ورجو جاب لها ربي وخلى لا، مي كومام راح وحده ما ماركاهاش. مي لا دوزيام سيتي نات، ويضرب لا بوينت ويعطي صاحبه اللي كان فارغ، خاطرش غير هو انطما الاخرين طاكله ورماو روحهم، كان ينجم يعطي صاحبه يدخلوا بها كاع.
ابار واش داروا لي زيسبانيول كوم دونجي هذاك لو سونتر سور الكوتي دروا الاخر ضربها في لابار فير لا فان هذيك اخر محاوله في المباراه. هذاك واش كاين انا هذاك واش شفت دونجي اللي داروه لي زيسبانيول. لي ماروكان قلت لك لي تروا كومبار غلقوا لهم كاع المساحات ما كاش لا فولونتي جوار بار شاك جوار يحكم صاحبه يزيتي بريزون المعاونه فريمون سي فريمون شابو يعطيهم الصحه. وفي هذه كانا يفو ما تنساش بلي تدخل لهم في ليستوار لان اليميناو بلوتو اوكين ديفات باش ما تنساش اوكين ديفات لي ماروكان امام كرواتيا للتذكير، امام كرواتيا، بلجيكا، واسبانيا. كندا لما لما نروحوا بالمعايير المنتخبات القويه، فازوا على اسبانيا، فازوا على بلجيكا، وتعادلوا مع كرواتيا. ايه بصح حسب كلش، حسب بالكندا وكلش، دونك يا اوكين ديفات او اليميناو كوميم دي زيكيب دي ناسيون صحاح. ولهذا نقول تغيير تاع المدرب غيروه بو مومون، خداو مسؤوليتهم، جابوا مدرب في القمه، انا ليا في القمه، لان يعرف كاش يعاود يريكوبيري لي جوار اللي تنحاو، هو جابهم انتيغرا دوطر جوار في دي جون، انتيغراهم ولعب كل فريق كل ادفيرسير لعب له بخطه. اليوم عارف مع اسبانيا لو كان حل كان يونكيسي، عارف بلي ما لازمش يحل مع لي زوتر ناسيون وين لحب مع الكندا وكذا، فتح يلعب لي كونتر وكذا. اليوم لونترينور نقول له هذا مدرب جابوه، هما عرفوا كاش جابوا مدرب في المستوى، فريمون في المستوى، نقول له شابو ويعطيك الصحه ومبروك سيتو. عبد الكريم بيرا من الناحيه التكتيكيه ومن الناحيه الاحصائيات والحسابات ايضا. لو نشاهد حمزه من فضلك مره اخرى احصائيات هذه المواجهه، نقطتين هامتين اود ان اسالك عنهما عبد الكريم بيرا. اولا حجم التمريرات، 1050 تمريره للمنتخب الاسباني. كنت شاهد في نهايه المباراه نسبه النجاح تفوق 92%، يعني فيها تقريبا حوالي قريب 900 تمريره صحيحه. عدد الركنيات 8 لاسبانيا 0 للمغرب. النقطة الثالثة الاستحواذ 63 مقابل 20 و17% من الوقت كان الكرات خرجت توقفات وغيرها. لكن لو نعود معك أيضا عبد الكريم بيرا للجهة العلوية للإحصائيات، التسديدات 3 للمغرب في الإطار، 2 لإسبانيا، رغم 1050 تمريرة، رغم 975 تمريرة ناجحة، نعم، رغم الاستحواذ ورغم التمريرات ورغم الركنيات، لكن في الأخير المغرب كان أكثر خطورة من المنتخب الإسباني. هو شوف قبل كلش نهنيو إخوان المغربيين خوتنا بالنسبة للتأهل هذا، وتأهل هذا راهو نقول أنا تاريخي في واحد لافورم الأولين في الجروب، ونحاو لا بلجيك، واليوم زادوا نحاو الإسبان وداروا نيل مع لا كرواسي. هذا الشيء يثبت باللي هذا المنتخب هذا منتخب متوازن، منتخب عنده مقومات كبيره، واليوم امن بحظوظه. حتى واحد بالك لو نعطيه نسبه مئويه، واحد ما كان يقول انه اليوم اسبانيا تخرج امام المغرب صراحه، على حسب واش شفنا المردود اللي وراه المنتخب الاسباني، خاصه في المباراه الاولى جوده اللاعبين تاعو. وشفنا احنا إريكي تقريبا، لويس إريكي تقريبا التشكيله كامل فيه 8 لاعبين اللي عندهم ثقافه ليكول تاع البارسا، هو على الفكر تاعو. لويس إريكي حتى وخرج اليوم عنده موديل دو جو، عنده بروجيكسيون جو باين ثابت، واللاعبين اللي دخلوا في هذاك النمط كانوا موجودين بين يديه. في المقابل المنتخب المغربي ما يخفاش، لو نرجعوا ل 2018 تعادلوا 2-2، واللاعبين اللي راهم موجودين اليوم في المغرب تقريبا كان 5 لاعبين اللي شاركوا انذاك في تلك المباراه. بالنسبه للمنتخب الاسباني تقريبا جددوا اريكي، كاين 3 لاعبين ولا 4 لاعبين اللي راهم موجودين، اما الباقي كله يعني تجديد، وهذا تشبيب، وهم على بالك يخدموا على اللي يخدموا الحاضر، يخدموا على متوسط المدى كذلك وحتى بعد المدى. انا نقول باللي مباراه بحد ذاتها كان تكتيكيه بصفه كبيره. المنتخب المغربي مدربه عرف كيفاش يسير اطوار المباراه، عرف كيفاش يثبت البلوك
بصفه يعني اكثر موضوعيه. هو عارف انه ما عندوش امكانيات ومقومات تاع المنتخب الاسباني، ما يقدرش يخرج كثير. احنا لو نشوفوا لو سونتر دو غرافيتي تاع لو بلوك ايكيب تاع اسبانيا مقارنه مع المغرب، لي دو بلوك محطوطين في جهه واحده، يعني اسبانيا كلها البلوك تاعها في جهه في النصف الملعب نتاع المغرب. وهذا يبين انه المغرب لعب ان بلوك سومي با ان مومون دوني با، لا كومباسيتي يعني غلق كامل المنافذ، ميم لي باس هذوك اون اوبليك. وكان جوار انا اللي يعني خرج من لو هو مرابط، يعني لو روندمون تاعو صراحه، لو روندمون موتور تاعو، لانتيليجونس تاعو، مام في لونتيسيباسيون، لي ديور تاعو كان حاضر. وانا نقول كان بعض من اللاعبين اللي عطاو ثقه للمنتخب المغربي. نجي على كلامك قبل كلمه بخصوص مرابط فقط. مرابط كان له تصريح بعد المباراه قال: بقيت اعالج طبيعيا الى غايه الساعه 3 صباحا، وتلقيت حقنه قبل المباراه من اجل اللعب، لم يكن بامكاني التخلي عن زملائي. هذا يبين انه يعني هذا هو اللي لعب وهو مصاب، يعني بصح لو تشوف لو روندمون تاعو وتشوف العطاء تاعو تقول هذا اللاعب هذا يعني ما كان عنده يا ربما اصابه، ولا كان تعبان، ولا كما قلت انت واش استعمل. في المقابل انا نقول المنتخب الاسباني لما تلعب مع بلوك اللي قاعد للوراء يعني يحبذ، يعني المنطق في كره القدم لو باساج يكون بلوس على لي كوتي، باسكو من لي كوتي اللي تقدر تلقى. ما شفناش هذاك لو جو تاع الاسبان تاع وين يلعبوا ادروات وين باسكول طون زون طون اغوش، ما شفناش. كوتي غوش خدم اكثر من كوتي دروا. ونقول انا باللي لويس انريكي الظهير الايمن اللي لعبوا اليوم ما راهوش اصلا، ما عندوش هل بحث عن عنصر المفاجاه من خلال اشراك ماركوس يورنتي، ام انه بحث عن انه يكون ماركوس يورنتي مدعم لخط الوسط اكثر من يكون ظاهر، لانه وضع فيران على الخط؟ معليش حنا لو نهضروا هكذا نشوفوا كارفاخال احسن منه لما يجي من الوراء، يعرف يمشي على الدار، يعرف يمشي في لي كولوار انترميدير هذو ولا هاف سبيس، لما ظاهر نقولوا ولا الجناح كما توريس كان يجبد على الخط. علاه يجبد على الخط؟ يثبت المدافع الايسر، والفارق في بعض من الاحيان لما يكون الظاهر لما يجي يدخل في هذاك الفراغ. زيد لما تشوف اسبانيا يعني الخطه الاولانيه اللي وضعها ما لعبش يعني بمهاجم صريح. اسانسو هو اصلا وسط ميدان مهاجم، لما يجي صح كان تفوق العددي، ولكن عمق الدفاع تقريبا ساسي والجريد لعبوا تقريبا مرتاحين. لا في طوريس في بعض من الاحيان يروح، ولكن لاعب اللي كان يلعب اولمو تاع لايبزيتش ما كانش يمشي في العمق. وفي هذه الحاله انت لما فريق ولا منتخب يلعب ببلوك ماذا به تلعب في وجهه، لما تلعب في وجهه اقل شيء اقل اضرار عنده حلول دفاعيه يعني جماعيه نقولها. لما تهضر على الصراعات في 106 صراعات 55% من الصراعات فاز بها المنتخب المغربي. ولما دافع صح كاين ذكاء جماعي، ولكن انت تقدر تكومبونسي لو مونك تكنيك ولا لا فالور تكنيك تاعك باش بليطا ديسبري من خلال مرابط. واش قال مرابط؟ قال انا كنت مريض بصح ما حبيتش نخلي صحابي، هو يعرف بلي راه قطعه اساسيه. لو نشوف بونو ونشوف ساسي ونشوف مرابط، انا نقول هذا هو الهيكل الاساسي بالنسبه للمنتخب المغربي. يبقى التنشيط الهجومي صح ما شفناش حكيمي، ما شفناش زياش، كانوا يلعبوا الزملاء نتاعهم، بصح لما تشوف حالات التهديف اللي كانت عند المنتخب المغربي حتى في لا بوسيسيون دو بالون براتيكمون لو انكار بارابور للاسبان، بصح شوفوا شكون اللي كان قريب بزاف للتهديف هو المنتخب المغربي. نعم.